السلام عليكم. النهاردة هنعمل الخيار المخلل السريع. هنعمل شوية خيار مخلل كده، كنت جايبة خيار بزيادة فخدت منه كيلو وعملته خيار مخلل سريع. ما كانش عندي مخلل بيتخلل في نفس اليوم. لو انتي حطيتي له مية سخنة عملتيه الصبح تاكلي منه اخر النهار، او لو عملتيه بالليل تاكلي منه تاني يوم عادي. بنعمله بطريقة سهلة جدا. بنقطع الخيار زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا 5 6 فصوص من الثوم وتلات اربع قرون من الفلفل الحامي، ومعايا نعناع ناشف. بنحط كل شوية كده قرن فلفل حامي مع كذا فص ثوم، دقينه بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده على الخشبة، وبنحطه ما بين طبقات الخيار. الموضوع سهل جدا وسريع وناجح جدا كمان. كل شويه كده بنحط شويه نعناع ناشف بيدي ريحه وطعم حلو قوي. شطه حمرا برضو للي عاوز، دي حسب الرغبه. الشطه بالذات حسب الرغبه، لكن كل المكونات زي ما هي كده بتديكي طعم حلو جدا وزي الجاهز بالظبط. هنحط بقى معايا نص كوباية صغيرة من الخل أو ربع كوباية من الكبيرة. معايا بقى لتر مية، هنحط عليه 4 معالق من الملح. في المخلل الناجح كل لتر مية عليه 4 معالق من الملح. هندوبهم كويس وهنحطهم على الخيار. بنحط كمان معلقة من السكر علشان يفضل مقرمش فترة طويلة. ما تصورتش معايا دي اتحطت قبل الشطة. حطيت بقى شطة كمان حامية، احنا عايزينه حامي كده. لازم تحطي الكيس البلاستيك جوه البرطمان نفسه عشان ما يعملش بكتيريا فوق الوش ويعمل المادة البيضاء اللي بتحصل دي، اللي بتبقى موجودة في كل المخللات دي، بتمنعها لحد آخر يوم وانتي بتخلصي آخر قطعة فيه. جربوه مش هتندموا. شكرا ليكم.